أفضل طريقة تفطر بيها عشان جسمك ما يخزنش. في رمضان ناس بتصوم طول اليوم وتفطر، لكن بدل ما تحس براحة تحس بتقل وخمول، وأحيانا جوع بيرجع أسرع من الطبيعي. وساعتها السؤال مش إيه اللي أكلته، السؤال الحقيقي إزاي فطرت؟ لأن الفطار مش أول لقمة تدخل المعدة، الفطار رسالة بتتبعت للجسم، والجسم أول ما يستقبل الرسالة دي بيقرر هيكمل حرق ولا يدخل تخزين. وقرار الحرق أو التخزين ده بيشتغل عليه طول الليلة حتى لو ما أخدتش بالك. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية الكريمة بتفكرنا بحاجة بسيطة جدا، إن الصيام له توقيت وله نهاية واضحة، والتوقيت في أي عبادة مش رقم بس، ده تنظيم. رمضان علمنا إن اليوم له نظام والعبادة ليها إطار، والانتقال من حال لحال بيحتاج وعي. ومن نفس الفكرة دي بنطلع بمبدأ مهم في الأكل، إن الفطار مش لحظة عشوائية، الفطار جزء من نظام. الجسم خارج من ساعات صيام وترتيب هرموني وهدوء داخلي، وأي انتقال مفاجئ بيعمل لخبطة. عشان كده الآية هنا مش تفسير، هي تذكير إن التنظيم جزء من رمضان، والتنظيم ده هو اللي بيخلي النظام الغذائي ينجح. ليه لحظة الفطار خطيرة؟ بعد يوم صيام طويل الجسم بيكون في حالة توازن نادر، الهرمونات هادية والأنظمة شغالة من غير ضغط. في اللحظة دي الجسم مستني إشارة مش كمية، وهنا أول لقمة بتحدد الاتجاه، إما استمرار في التنظيم أو رجوع للفوضى. لو الإشارة كانت هادية الجسم بيكمل شغله الطبيعي ويصرف اللي داخل، ولو الإشارة كانت عنيفة الجسم بيغير الاستراتيجية ويبتدي يحوش. عشان كده لحظة الفطار مش بداية أكل، دي بداية مسار، يا يكمل حرق يا يدخل للتخزين. الفطار اللي بيخلي الجسم يخزن. لما بتفطر بسرعة وعلى سكريات ومقليات وعيش أبيض الجسم ما بيفهمش إن ده فطار، الجسم بيفهم إن هنا في أزمة. الإشارة اللي بتوصل له مش إشارة تغذية، دي إشارة استعجال. الأنسولين بيعلى فجأة مش عشان يساعد لكن عشان يأمن، وساعتها الجسم بيغير طريقته ويقلل الصرف ويبدأ التحويش. وده يفسر ليه نحس بتقل بعد الأكل وكسل من غير سبب واضح، وجوع يرجع بسرعة رغم إن لسه مفطر. المشكلة هنا مش في كمية الأكل، المشكلة في الجسم نفسه اتلقى رسالة غلط. طيب إيه هي أفضل طريقة نفطر بيها؟ الفطار الصح مش مسألة كمية، الفطار الصح مسألة ترتيب، وترتيب الفطار بيبدأ من أول حاجة بتدخل المعدة. كسر الصيام ب3 تمرات مع مية مش فطار كامل، ده مجرد تنبيه هادي للجسم إن مرحلة الصيام خلصت وإن الأكل هيبدأ بشكل منظم مش مفاجئ. التمر هنا كمية صغيرة، سكره طبيعي ومع كمان نسبة ألياف، فمش بيعمل صدمة ولا قفزة عنيفة في السكر. بعد التمر تدي المعدة فرصة وفاصل بسيط، وبعدين تدخل الوجبة الأساسية من غير أي استعجال، وجبة متوازنة فيها بروتين يشبع ونشويات محسوبة ودهون صحية تثبت الطاقة. بالترتيب ده الأنسولين يعلى بهدوء والجسم بيفهم الرسالة صح فيكمل حرق مش تخزين. الخلاصة طريقة فطارك هي اللي بتحدد هتحرق ولا هتخزن، وقرارك من أول لقمة. استنوني في حلقة جديدة من برنامج صيامك صح، ودلوقتي أسيبكم مع النظام الغذائي لليوم الخامس. السلام عليكم.